أخيرا المشكلة بتاعة السن الحالق ده فاجئني النهاردة في الشغل وأنا بقفل الموتور بتاع المحشة مع الوش بتاع الكلاتش إن السن حالق. هنركب له سوستة زي اللي انتوا شايفينها دي. هنبدأ السوستة طبعا لازم بنمشط لها بدكر ألووز 7 ملي، السوستة ال10. ده الدكر الألووز 7 ملي في 1 ملي، 10 ملي بتعتبر 6 ملي في واحد، وانا بخش بدكر الوز 7 ملي في واحد، يبقى الفرق من الجوانب بيبقى نص ملي فقط، بحيث ان انا هخش بالدكر اللي هو بادئ بيبقى ممسوح من قدام شويه عشان يعدل معايا النزله بتاعت المسمار، وابدا انني اركب كده. ده الدكر اللي هو التمام 7 ملي القلاووز. طبعا في مكان صعب كان ايون كده. ده البوجة هو الحمد لله القلوص مش السن. طبعا الفرق بيبقى بسيط فبيديني سن بالعافية يعني. المسافة اللي في الدائرية من الجانب ضعيفة، فمهم جدا ما ينفعش تركب فيها جلبة. مهم انك انت تكون عندك السوستة دي. طبعا انا علشان انا بصنعها وبركبها وبعملها مش محتاج ان انا اروح واجي من الورشة وارجع واتعطل واستنى يوم ويوم فاتح ويوم قافل. انا عندي سوستي وعندي الايه الديكورة القلاووز دي في الورشة عندي، واستغنينا عن الاستيراد كمان. الحمد لله، توفيق من ربنا والحمد لله. كده احنا الوزنا. هنبدأ بقى نركب السوستة ونقيس المسافة اللي احنا هنعوزها من خلال الطبقة الممسوحة على ذكر القلاووز. ايوه السوستة هي قطعنا، نبدأ نساوي، والسوستة عندي اتقطعت اهي. خدت الكمية اللي لازماني وبركبها في المفتاح. ده مفتاح تركيب السوستة يا باشمهندس ياسر. كده هنركب السوستة ان شاء الله تمام. بيضغط باصابعي على السوستة بحيث ان وانا بلم تنتني، بضغط مع السوستة كلها تلم تقوم تبات. اول ما بتبات خلاص تمشي بقى هي في خطوة السن زيها زي المسمار بالظبط. وبنركبها ونقفل، وان شاء الله باذن الله نربط المسمار. هيبقى قدامكم الوش والمكنة هتدور والمسمارات هتبقى كويس جدا جدا. السوستة دي عملية جدا جدا. اولا بتوفر عليك وقت وجهد وعطلة، ما بتروحش الورشة، ما بترجعش من الورشة. انت المفروض كميكانيكي، اي ميكانيكي مهمة جدا جدا وجودها معاك. في مناطق هتحتاج الجلبة وفي مناطق هتحتاج السوستة، يعني دي ضيقة جدا. لو انت خدت الجلبة هتوصل البنات جاف ومش ده كله ما تلاقيش. فالسوستة دي مهمة جدا. ادي المسمار اهو ركبناه لكل ميكانيكي. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم يا رجاله، والف الف شكر على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.